السلام عليكم. إذا كنت من محبي كرة القدم فأدعوك للاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. قبل ختام كأس العالم والمباراة النهائية التي ستجمع بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي، صرحت وزيرة الرياضة الفرنسية إيميلي أوديا كاستيرا لآرامسي قائلة: قائد فرنسا هوغو لوريس قد يحمل كأس العالم بشارة قيادة تحمل شعار الألوان في حالة التتويج باللقب. تحدثت مع هوغو لوريس كثيرا، أنا أعرف ما يفكر به، لديه قيم جيدة، أنا أثق بهم وأعلم أنهم سيعبرون عن أشياء جيدة. وأضافت: لم آخذ الإذن من أحد بذلك، لكنني أردت إيصال رسالة أننا مرتبطون بشكل غير عادي بدعم مجتمعي المثليين، وسيعبر لاعبي المنتخب عن أشياء مهمة عندما يحين الوقت المناسب. في نهاية الفيديو شاركونا برأيكم في التعليقات.